أكبر. إلى متى وأنت على عقلية الورع هذه ومستمر فيها وعجبتك؟ وش اسم أمك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد غياب تقريبا 5 أيام في فلوقات، في يوميات مبتعث. وطبعا اليوم جيتكم فترة اختبارات وقلت خليني أوريكم وتعيشوا معي كيف حياة الابتعاث في الاختبارات. يلا مشينا. أول شيء نمشي على النادي، جدولنا المعتاد يعني على أساس يعني في عندنا حياة. يلا بسم الله توكلنا على الله، نمشي على النادي. بسم الله يلا مشينا. كيف تغييرات وتطوير الشغل؟ ها ناسبكم يا شباب ولا؟ اعطوني اراءكم باي تفاصيل تشوفوها جديده في المقطع هذا باذن الله. الحين الساعه 9:45 دقيقه. النوم عندي مضروب بشكل لا يوصف، يعني اصلي الظهر وانام، اقوم العصر انام، اقوم المغرب انام، اقوم العشاء ما عاد انام. الحمد لله واقعد لين بعد الاختبار وانام. بس الحين باقي لي اخر اختبار قلت اشارككم اياه، اصور لكم فلوق عشان تعرفوا كل تفاصيل حياة الشخص المبتعث وكيف يمشي حياته وكيف فترة الاختبارات عنده وكيف الامور هذه. فباذن الله انكم تستفيد وتفيد. نعم انا صراحة جوعان، فشكلنا بنروح مطعم الشاورما. هذا المطب يا اخوان، هذا المطب اللي كل يوم انا اعلمكم عليه. هذا المطب، اي نعم، مطب هذا أسوأ مطب في الحياة. في المحطة هذه المطعم. الحين ندخل المطعم وناخذ لنا 2 شاورما كالعادة يعني. السلام عليكم. عطني 2 شاورما. ايوه فلوق يوتيوب. أيوة. ابو طلال فلوق. ايوه ابو طلال فلوق. لقينا لنا متابع يا شباب. المطعم يا شباب شاورما زوم، اقوى مطعم في الحياة. ثانكيو شكرا. الله توسط لنا اللاعب وخلص لنا طلبنا بدري. شكرا. بيض الله وجهه صراحة يا شباب، يعطيه الف عافية والله. العامل صاير يضبطني يخلص لي طلبي بدري. بسم الله نكمل طريقنا على النادي. كيف يا شباب ناسبتكم الزاوية والأمور هذه؟ يعني يا شباب اعطوني كامل أي شيء، أي ملاحظة عندك اكتبها لي. أنام في الكومنت، أصحى في الكومنت، 24 ساعة قاعد في الكومنت. الله يسعدكم صراحة على تفاعلكم، على الكلام الإيجابي، على الدعم المعنوي. وبإذن الله بدعمكم نستمر ونحقق الأهداف ونحقق المستقبل. بسم الله. أنا للحين ما عرفتكم عن نفسي. خلاص امزح معكم. ايش يا شباب؟ استغفر الله، ايش اللحسه هذه يا ولد؟ خلاص والله يا شباب صراحه حركات المبزره هذه والورعان بالله من يشتري اشياء زي هذه. الواحد ما يكبر يعني. اكبر يا اخي، اكبر. الى متى وانت على عقليه الورع هذه ومستمر فيها وعجبتك؟ الى متى؟ انا اسف. خلاص والله نفتح صفحه جديده. خلونا حبايب يا شباب. وبشركم انتهينا من التمرين الحين، الحين طالع من النادي. تخيلوا انكم داش كام، تخيلوا انكم عايشين معي، منها تشوفوا معي المناظر، تشوفوا معي هذا، بدل ما اخليكم تناظروا على الطريق بس، لا خلكم تشوفوا يعني نظرة محيطية اكبر وعلى نطاق واسع. راح احاول اني اكثر من هذه السواليف، الكلام الغريب هذا المحنك، لاني احس اني قوي مرة. من السوبر ماركت والحين ناخذ الموية ونمشي. هذه المويات الحين ناخذ واحدة. اخذنا المويه من الشيخ يعطيها الف عافيه ما قصر. بعد ما اخذنا مويتنا الحين بسم الله ننطلق الى الشقه. الحين الساعه 11:50 دقيقه. طبعا خلاص المحلات تقفل والدنيا كلها تقفل، خلال 10 دقائق الشارع هذا كله طافي. وهذه حارتنا الرهيبة. ميزة حارتنا ان كلها مطبات.
طيب يا شباب، خلوني اعلمكم عن سالفة الدجاجة هذه الدجاجة اللي فوق، الدجاجة هذه اشتريتها عشان احطها فوق البيض. مستعد؟ الحين بنبدأ بالأسئلة. أسئلة لو سمحت صب لي شاي. طيب السؤال الأول، عرفنا عنك أبو طلال. طيب بعرفكم عن نفسي. معكم أبو طلال، أستاذ دكتور مهندس، مدير أعمال، صاحب 13 شركة. طيب في سؤال يقول لك وش اسم أمك؟ يا حبيبي جيب أسئلة زي الناس، وش الأسئلة ذي يا ولد؟ ليش؟ لا 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 ليش أنت يا طالب حبيبي؟ أسئلة صح ولا لا؟ أسئلة تنسى. طيب وش تخصصك؟ بالنسبة لتخصصي، تخصص إدارة أعمال، تسويق. طيب في سؤال يقول لك وين مبتعث؟ مبتعث رماح. اعتمد الصقر على الجن والديناصورات في البر. لكن اليوم أنا قاعد في البر، غربت علي الشمس وأنا لحالي، إلا واسمع كان دقيت علي. طيب في سؤال يقول لك كيف مبتعث وانت في السعودية؟ ما هو أنا مبتعث في المملكة العربية السعودية. كم عمرك الحقيقي؟ عطنا الجواب لو سمحت، عطنا الجواب. شوفوا، عمري الحقيقي يا شباب يا أخوان، العمر التاريخ في العمر. وطبعا أنا يعني من يوم ما أخذت الأستاذ هذا، أستاذ سبايدر مان، أهلا وسهلا فيك، حياك الله. معلش تغفلني. أي سؤال ثاني أستاذ سبايدر مان؟ وانتهت الأسئلة. يعطيك العافية، شكرا لك يا حبيبي، أهلا وسهلا. الحين نبدأ بالغسيل. انتهينا من الغسيل وأذن الفجر، والحين نمشي نصلي. الحين الساعة 6 الصباح، سويت لي بطاطس وقاعد أطبخ هنا دجاج، بس ما أدري هل هو فطور ولا عشاء. الله على النبي. طبعا ما صورت الخلطة هذه لأني صراحة ما أدري وش هي، دجاج وبهارات بس. والحين جاهزين نروح للاختبار، بسم الله توكلنا على الله. خلاص الحين بدون استهبال، الساعة الحين 8:30 والاختبار 9:30. صباح الخير. الآن كم بناخذ قهوة عشان نصحصح قبل الاختبار. باقي على الاختبار تقريبا 45 دقيقة. والحمد لله خلصنا الاختبار، الحين راجعين للشقة. بسم الله. كان اختبار جميل سهل بسيط بإذن الله. يعني صحيح انه يعني استهلك مني وقت وجهد، يعني تقريبا قعدت في الاختبار 1.5 ساعة. أخذت لي دونات الظهر، أحد يسألني ليه، والله اشتهيتها وطلعت على طول أخذت لي دونات والحين راجع. شباب نسيت الإضاءة في البيت، ولكن يعني خلنا نصور لكم على السريع. طبعا يا شباب حصلت اليوم إشكالية في النوم يا شباب، وطار انحاست الشغلة كاملة صراحة. يعني ما قدرت أروح النادي، ما قدرت أسوي أي شيء، ما تغديت ما تعشيت، كل هذا الوقت نايم. الحين نروح ناخذ العشاء، ناخذ لنا مفرحات ونرجع البيت. الحين نشتري مقاضي لأن بكرة جمعة وإن شاء الله نسوي فطور ملك اليوم. أخذت النكهات كلها وأخذت شيء ثاني بجرب أوريكم إياه في السيارة. مقاضينا الحين، يا سلام يا سلام. نشق بسم الله. بعد ما أخذنا الأغراض هذه نروح ناخذ لنا عشاء ونمشي. هذا عشان أوصل. السلام يا سلام يا سلام. يلا نطلع نعطيكم تقييم وقت العشاء. يا سلام يا سلام. دقيقة يا نظر عيني دقيقة. والله شريته ب 12 ريال. وشكرا لكم على المشاهدة. أنا وصلنا لنهاية الفلوق. أعطوني رأيكم فقرة سوالف سبايدر مانية. فقرة سوالف سبايدر مانية. لا تنسى تحط لايك وتشترك في القناة. اللايك أهم شيء في الحياة. اللايك والاشتراك. بإذن الله أن المقطع هذا نوصل فيه 1000 مشترك. شكرا لكم. حساباتي موجودة تحت في صندوق الوصف. اشترك. يعطيك العافية حبيبي. شكرا لك. السلام عليكم.